السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معي مجددا على قناتكم قناة سمية دحان. في هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا غيكون خاص بالقرص او القريشلات. فإلا ما كانوش كيصدقوا لك او كانوا كيتفرقعوا لك في الفران ولا كانوا ما كيتنفخوش فتبعي معايا هاد لا فيديو. فنبداو على بركة الله. في إناء غادا نوضع 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض دائما العبار بكأس العنبة. وهنا كمية الدقيق كتبقى اختياريه، الا كنتو بغيتو ديري كميه كبيره فيمكن لكم تضاعفوا العجين. هنايا غنوضع خميره الخبز والخميره الكيميائيه 8 غرام لكل خميره، من بعد معلقه صغيره ديال السكر ومعلقه صغيره ديال النافع وراس معلقه صغيره ديال الملحه. وهنايا عندي 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت النباتيه، ومن بعد معلقه صغيره ديال الفانيليا وكأس مملوء من الحليب اللي غادا نجمع به دوك العناصر ديالي. غادا نخلط ونحاول نعجن عادي. صافي غادا نبقى نضيف بالحليب. هنا الكأس الثاني ديال الحليب غادا نضيفه بالتدريج، يعني في المجموع غادا نحتاجو كأسين من الحليب. الكأس الاول ضفتو دفعه واحده والكأس الثاني غادي نضيفوه بالتدريج، وحنا كنخلطو كنعجنو وحنا كنضيفو في الحليب حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي كتكون مطلوقه وكتلصق في اليدين. صافي كنبقى نعجن فيها هكا، واخا كتبقى تلصق شويه في اليدين وما كتبغيش تجمع فماشي مشكل، فغادي نخليوها هكذاك. فكل ما كانت العجين كتلصق وما قاصحاش كل ما القرص ديالنا او القريشلات ديالنا كيجيو مفشفشين وكيجيو رطبين بزاف. صافي هنايا من بعد ما جمعت العجين ديالي مزيان فغادا نضيف عليها تقريبا معلقه كبيره من الزبده اللي خاصها تكون بحراره المطبخ باش تجينا ساهله ندخلوها في العجين ديالنا. صافي كنبقى ندخلها مزيان. هذه هي العجينه ديالي من بعد ما دخلت فيها الزبده مزيان. صافي دابا غادا ندهنها بواحد شويه ديال الزيت، غادا ندهن غير الوجه ديالها بشويه ديال الزيت، وغادا نجيب بلاستيك غذائي وغادا نغطيها ونخليها حتى تخمر ليا مزيان. غنخليها تقريبا هنايا واحد 20 دقيقه، مهم كيبقى الوقت حسب الجو. انا هنايا خليتها تقريبا 20 دقيقه باش طلعت ليا بهذا الشكل هذا. صافي دابا من بعد ما طلعت لينا العجينه غادي نخويوها من داك الهواء اللي فيها. من بعد غادي نستعنوا بالزيت، غادي ندهنوا يدينا بالزيت حيت هي كتلصق شي شويه وكتجي صعيبه باش تشكلوها. هذاك الشيء علاش كنستعنوا بالزيت وكنشكلوها كويرات، ونحاولوا دوك الكويرات يكونوا في نفس الحجم. صافي غادي نبقى نكور بهذه الطريقه ونحطهم في الصفيحه اللي غادي ندخل الفرن اللي فرشت ليها ورق الطبخ. صافي هنايا من بعد ما كورنا العجين ديالنا فغادي نقرصوهم بهذه الطريقه باش ملي كندخلوهم للفران كيلقاو فين يتنفخوا وما كيتفرقعوش ولا ما كيتشقوش من الفوق. فضروري نقرصوهم مزيان بهذه الطريقه. صافي كنقرصوهم وكنخليهم تقريبا 10 دقائق كيرتاحوا مزيان. من بعد كناخذوا الخليط ديال الصفر ديال البيض، شويه ديال القهوه سريعه الذوبان ومعلقه ديال الحليب، كنخلطوا الكل وكندهنوا الوجه ديال القراشل ديالنا، كندهنوهم جيدا من جميع الجوانب. صافي هنايا من بعد ما دهنا الكريصات ديالنا بداك الخليط ديال البيض
فغادي نزينوهم هنايا باللوز ايفيلي او بالجلجلان او باي شيء متوفر عندكم ولا اي شيء كتفضلوه. هنايا انا غادي نزينهم باللوز، غادي نحاول نوزعو على الوجه مزيان. صافي هنايا من بعد ما غنتهي من التزيين فغادي ندخلها مباشره للفرن اللي سبق ليا وسخنته على 180 درجه. غادي نشعل عليها من الفوق ومن التحت حتى كطيب وكتحمر مزيان ونطلقوا. هذا هو الشكل ديال القريشلات من بعد ما كملت التزيين ديالهم. فكيف قلت لكم غادي ندخلهم دابا للفرن اللي سبق ليا وسخنته على 180 درجه. فالفرن خصو يكون ساخن من الاحسن باش ما كيشربش لينا داك الخبيزات ديالنا وكيجيو كارمين. فمن الاحسن يكون سخون باش غير كيدخليهم، غير كتدخليهم كيتحمروا وحافظوا على ديك الطراوه ديالهم. هذا هو الشكل ديال الخبيزات ديالنا او ديال القراشل ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفرن. فهما هنايا مازال سخان مزيان. فهذا هو الشكل ديالهم، كيجيو محمرين وكيجيو مفشفشين مزيان. فكنتمنى تجربوا القراشل ديال اليوم وينالوا اعجابكم. كنقول للناس جداد مرحبا بكم في قناه سميه دحان. ما تنساوش تابوناو في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، تخلوا لي تعليق زوين. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.